السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا أسود الزمالك ودي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة. الزمالك يتعادل مع الجونة في كأس عاصمة مصر في دور المجموعات بهدف لكل فريق. أحرز هدف الزمالك محمود الونش. رفض الجهاز الفني بقيادة بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم عقب خوض مباراة الجونة، وقرر خوض الفريق لتدريباته عصر الخميس على ملعب النادي. فاز فريق رجال الكرة الأهلي بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم الحالي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجيت في النهائي. اتحاد الكرة المصري أعلن عقوبات مباراة الزمالك وسموحة في دور الثمانية من كأس مصر، وتوقع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100,000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد بسبب السباب الجماعي من الجماهير، وتوقيع غرامة مالية على الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة قيمتها 20,000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد لعدم حضور المؤتمر الصحفي. يلتقي الزمالك مع بتروجيت يوم الأحد القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس مصر كأس عاصمة مصر، وتنطلق في تمام 9:30 مساء. محمد أسامة طبيب الزمالك أحمد فتوح يعاني من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي، وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الساعات الأخيرة، ويستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بصورة طبيعية على أن يتم تقييم حالته في نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه. محمد محمد حمدي شعر بآلام في العضلة الخلفية، واللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة. خالد الغندور ظهر من خلال التدريبات اعتماد حسام حسن على 3 لاعبين في خط الظهر، وهم رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وأكد المدير الفني خلال حديثه مع لاعبي خط الدفاع حول ضرورة التركيز وأن يكونوا في كامل جاهزيتهم للدفع بهم في أي وقت. محمود بنتيج المفاوضات مع الزمالك لم تأخذ وقتا طويلا، وكانت سهلة سواء مع وكيلي أو مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، وحب جماهير الزمالك لي والاحترام المتبادل بيننا سهل مأمورية تجديد تعاقدي مع الفريق. محمود بنتيج أنا وجميع لاعبي الزمالك هدفنا حصد جميع الألقاب الممكنة لإسعاد الجماهير التي تساندنا باستمرار في السراء والضراء، والزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، وأشكر جماهير الزمالك على مساندتهم ومساعدتهم لي في الفترة الماضية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي. رحاب برجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر فيسبوك: إزاي يبقى عندك فريق بطل بادئ الموسم بتوب فورم واخد بطولة كبيرة ويوصل بيه الحال للشكل السيء ده؟ علامة استفهام كبيرة. أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق محمود بن تايج مكسب للزمالك وصفقة مهمة للفريق، وتألق مع الفريق منذ مشاركته وهو يقدم مستوى جيد، وبوسيرو تولى قيادة الفريق ولم يبدأ معسكر إعداد، وهو مطلوب منه المنافسة على البطولات، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليه في حالة عدم التتويج بالبطولات نظرا لأن قائمة الزمالك الأقل من الأهلي وبيراميدز، وفي مصر لا نعتمد على المدربين ونصنع كوادر، وفي حالة تواجد مدرب جيد نسلمه للإعلام، والمدرب المصري يتأثر بالإعلام والصحافة، وأصبحت قوة الشخصية غير موجودة في المدربين المصريين عكس الأجانب. أحمد شوبير عبر إكس: لا يصح إلا الصحيح، الأهلي بطل دوري الكرة الطائرة بفوز كاسح على الزمالك 3-0 في المباراة الثالثة، وفاز الأهلي وخسر اتحاد الطايرة فرصة عمره لإرساء ضوابط وقواعد تعيش طوال العمر. تعمدت إني مكتبش إلا بعد نهاية البطولة، عفوا ده نصف النهائي والنهائي مع بتروجيت فريق له كل الاحترام. بس كده، دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، متشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.